المهرجان الدولي الثقافي للموسيقى السيمفونية في دورته الرابعة عشر في السهرة الرابعة. جمهورية مصر العربية حاضرة اليوم في هذا المساء. سعيد جدا أن ألتقي بقائد الأوركسترا الأستاذ أحمد فرج والسيدة هدى عبد العظيم عازفة الفلوت في برنامج لقاء اليوم. أولا الأستاذ أحمد فرج، أهلا بك في الجزائر لثاني مرة. أهلا بك. الستي هدى، أهلا بك في ثاني مرة في الجزائر. شكرا، أهلا بك. صراحة سؤالي الأول، كيف وجدتم الجزائر من السنة الماضية إلى هذا العام، وخاصة في هذا المهرجان في هذه الدورة الحالية؟ ستي هدى. طبعا أنا لما باجي الجزائر ببقى مبسوطة. يعني السنة اللي فاتت كانت أول مرة، والسنة دي ما كنتش عارفة إن أنا يعني هيتم دعوتنا برضو في المهرجان. فلما تمت الدعوة انبسطت جدا. وهو الحقيقة انه من السنة اللي فاتت للسنة دي الأعمال والناس أكتر، يعني أخدت على اللغة شوية أكتر، أخدت على الناس. شوف الوشوش دلوقتي بشوشة بالنسبة لي، يعني كتير جدا من الناس أنا عارفاها. والسنة اللي فاتت قابلت موسيقيين جزائريين، السنة دي رجعت قابلتهم تاني. فمن السنة اللي فاتت للسنة دي الناس. أستاذ أحمد؟ لا، أنا مبسوط جدا إن إحنا بيتم دعوتكم لماريتا في المهرجان الوحيد يعتبر في الشرق الأوسط وفي البلاد العربية عن الموسيقى الكلاسيكية والموسيقى السيمفونية في الجزائر. أنا شايف إن كمان المهرجان بيتطور كل سنة عن التانية. السنة اللي فاتت عن السنة دي في فرق موسيقية أكتر وأوركسترات أكبر، والتنظيم كمان بيكون أفضل من أفضل للأفضل، والترحيب طبعا من كل الجزائريين ده حاجة بتفرحنا وبتخلينا دايما عايزين نكون مشاركين في المهرجان. احنا استقبالنا للإخوة المصريين عادي جدا، لأنه ما يجمعنا كبير جدا الحقيقة. أنا سعيد كما قلت لك بهذا اللقاء بينكما لحساب قناة فنون اليوم. كيف تركتم مصر؟ كيف هي مصر الآن؟ مصر جميلة الحمد لله. الحقيقة أنا أقول أنه مصر ولادة في الموسيقى والدراما والأفلام، هي صانعة الثقافة العربية منذ القدم يعني، والأسماء الكبيرة التي مرت على الساحة الثقافية. أنا قرأت عنكما أنكما أحببتم الموسيقى وأنتم صغار، يعني كيف التقيتما في عالم الموسيقى؟ هو أنا أكبر من هدى 6 سنين. الله يبارك. إحنا طبعا درسنا إحنا الاثنين في كونسرفتوار القاهرة. كونسرفتوار واحد. كونسرفتوار واحد. وفي نفس الوقت دراستنا أنا كنت عازف أوبوا وهي عازفة فلوت، وبعدين أنا سافرت برا عشان أكمل دراستك. ولما رجعت اشتغلنا في نفس المكان في دار الأوبرا المصرية، فأنا كعازف وهي كعازفة جنبي. وبعدين لما كنت أصبحت يعني قائد في الأوبرا، فهي دايما موجودة في الأوبرا. وطبعا الزمالة ما بيننا وبين بعض تحولت بعد كده لعلاقة حب وجواز. مشروع أسرة ما شاء الله. ستي هدى، أحببت الموسيقى وأنت في عمر 8 سنوات، يعني حتى ربي سيطيح. أحببتها وأنا في عمر 11، بدأتها وأنا في الثامنة، يعني في أيوة. وأنا 8 سنين. يعني حبيتي الموسيقى وزاد ربي سبحانه وزاد طيحك في رجل موسيقى. طبعا. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. الفرقة الموسيقية لأستاذ أحمد فرج قائد الأوركسترا من كم شخص تتألف يعني هذه الأوركسترا؟ هو الأوركسترا أوركسترا كبير بيتكون من عدد كبير جدا من الموسيقيين الشباب، ابتداء من سن 20 سنة تقريبا. وطبعا يعني لازم يكون معانا من الخبرات القديمة من العازفين الكبار طبعا. لما بيكون في مهرجانات زي مهرجان الجزائر مثلا صعب ان احنا ننتقل بسبب اكيد التكاليف وتذاكر الطيران وكده. فبيكون في جروب صغير
السنة اللي فاتت كنا 12، المرة دي احنا 14. أيوة. والحمد لله الأستاذ عبد القادر مدير المهرجان سيد المحافظ. حريص جدا إن نكون دايما مشاركين وموجودين باسم مصر يعني في المهرجان. هذه السنة دولة فنزويلا هي ضيفة الشرف. الحقيقة شاهدتوا بالافتتاح؟ للأسف احنا جينا يوم الافتتاح. وصلنا الجزائر يوم الافتتاح. معليش تقدروا تعودوا تشوفوه على قنوات على اليوتيوب وعلى المنصات الأخرى. أنا سؤال أخير أستاذ أحمد والسيدة هدى، الأوركسترا هذه الأوركسترا التي أنت تمثلها هل هي مستقلة عن وزارة الثقافة أم تابعة لوزارة الثقافة؟ لا، مستقلة. مستقلة. هو وزارة الثقافة ودار الأوبرا عندها أوركسترات كبيرة جدا، يعني بيكون عندها ميزانيات أكبر طبعا وعندها إدارات أكبر مقارنة طبعا بالهيئات المستقلة. ف يعني احنا انا وهدى شركاء في الحياة وشركاء برضو في هذا في المشروع ده. ده. ان احنا بنحاول دايما ان نضيف شيء للموسيقى الكلاسيكية جوه مصر وفي الوطن العربي بالشكل اللي احنا شايفين الموسيقى والأوركسترا. فبنحاول دايما ان احنا نتنوع في برامجنا، يكون هدفنا الوحيد هو الموسيقى والفنون طبعا والثقافة. ستي هدى، يعني رغم اكيد ما دام هذا الاوركسترا اللي يمثلها الاستاذ احمد فرج يمكن كباقي الدول العربيه اللي عندها الفرق هذه المستقله تكون ميزانيتها شحيحه، ومع ذلك تمثيلكم في الخارج كان كبير جدا، يعني مثلتوا مصر والفرقه في عده تظاهرات في خارج مصر. مع أوركسترا هاثور يعني لسه طبعا هو المشروع في بدايته وفي نفس الوقت يعني اشتركنا في المهرجان هنا، وهو في الغالب دي يعني اشتركنا في المهرجان السنة اللي فاتت وبعديها كنا في مهرجان القاهرة برضو بتاع الجونة. فبرضو ده مهرجان كبير بالنسبة يعني للوطن العربي، اشتراك أوركسترا هاثور في الحاجات شبه كده ده طبعا يزود المشروع، بس هو لسه ان شاء الله في حاجات اكتر وفي اماكن اكتر ان شاء الله. لا اطيل عليكم لانكم ستتنقلون الى الغرف لتعمل تدريبات اخيره قبل الصعود على الستيج. ما كلمه اخيره لهذه القناه، قناه فنون اليوم استاذ احمد؟ نتمنى لها طبعا كل التوفيق والنجاح، ونتمنى زي ما احنا مستقلين انتوا كمان مستقلين، فشيء يعني يخلينا اول ناس بنساندها ونفسنا تتطور وتكبر اكتر واكتر وتنجح اكتر، ومش بس في الجزائر، في كل الوطن العربي ان شاء الله. سيدة هدى كلمة أخيرة لقناتي. اشوفكم السنة الجاية ان شاء الله في قناة تكون يعني ليها أساس واستوديو إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا. وإقامة طيبة في الجزائر. شكرا جزيلا.